حسب الدستور المغربي كيرتكز نظام الحكم في المغرب على نظام الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، والسيادة للأمة كتمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية بحال البرلمان والحكومة. ابتداء من الدستور الأول اللي عرفاته بلادنا سنة 1962، النظام السياسي المغربي حسم بشكل قاطع مع منطق الحزب الوحيد واللي كاين في مجموعة من الدول، وبالتالي تبنى التعددية الحزبية اللي كتعطي الحق للمواطنين والمواطنات في تأسيس الأحزاب السياسية، حيث أن الأحزاب السياسية والنقابات والجماعات المحلية والغرف المهنية كتساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم عبر الانتخابات. هادشي علاش كنشوفوا اليوم في الساحة السياسية المغربية 34 حزب. النظام السياسي المغربي كيرتكز على 3 مؤسسات دستورية: البرلمان أي الممثل للسلطة التشريعية، الحكومة الممثلة للسلطة التنفيذية، والقضاء الممثل للسلطة القضائية. من بعد التعديل الدستوري ديال 1996 ولا البرلمان كيتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين. دستور 2011 جاب مجموعة من المستجدات على مستوى السلطات الثلاث. السلطة التشريعية رجع مجلس النواب كيضم 395 عضو وعضوة كيتنتخبوا بشكل مباشر لولاية مدتها 5 سنوات. ومجلس المستشارين رجع كيضم 120 عضو وعضوة كيتنتخبوا بطريقة غير مباشرة لمدة 6 سنوات. البرلمان كيمارس دور تشريعي ودور رقابي. تشريعي كتعني أن القانون كيصدر على البرلمان، ورقابي كيعني أن من حق البرلمانيين مساءلة وتقييم أداء الحكومة عبر عدد من الوسائل بحال الأسئلة الشفوية والكتابية، مناقشة البرنامج الحكومي، تقييم السياسات العمومية، تقصي الحقائق وتقديم ملتمس الرقابة. السلطة التنفيذية بالنسبة للحكومة فهي كتشكل من طرف الأحزاب السياسية اللي كتحصل على غالبية المقاعد والأصوات في البرلمان، وكتكون من رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة، وكتكون مسؤولة أمام الملك وكذلك أمام البرلمان. الدستور الجديد قيد السلطة الملكية في مسألة اختيار رئيس الحكومة، حيث أنه اليوم بالضرورة كيخصو يكون من الحزب اللي حصل على المرتبة الأولى من ناحية الأصوات. السلطة القضائية استقلال السلطة القضائية تم التنصيص عليه لأول مرة في دستور 2011، بحيث أنه لأول مرة غادي يتم منح صفة السلطة للقضاء. التنظيم القضائي في بلادنا كاين واحد المفهوم كيتعاود بزاف سميتو درجة التقاضي، اللي كيعني بأنه كاين 3 ديال الأنواع ديال المحاكم: المحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف ومحكمة النقد. كيف ما كنعرفوا الحكم اللي كتصدروا المحكمة الابتدائية تيكون قابل للاستئناف إلى المعني بالأمر ما اقتنعش بالحكم. محكمة الاستئناف إذا كتعاود النظر في الحكم اللي تعرض للطعن. إلا بغى المواطن أو المواطنة يطعن حتى في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يمكن ليه عبر محكمة النقد، ولكن الحكم الأخير كيكون نهائي. المجلس الأعلى للسلطة القضائية اللي جابه الدستور الجديد كيسهر بالدرجة الأولى على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وتدبير وضعيتهم المهنية، وهو كيتعتبر أعلى سلطة قضائية. إلى جانب هذه المؤسسات، دستور 2011 جاب مجموعة من الهيئات والمؤسسات الدستورية اللي عندها دور استشاري، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى آخره. هذه المؤسسات الدستورية كتعتبر أساسية في كل نظام ديمقراطي، وباش تكون قوية وقادرة تلعب أدوارها كما يجب واجب علينا كمواطنين ومواطنات نشاركوا بقوة وكثافة في الحياة العمومية عبر متابعة الشأن العام والحياة السياسية في بلادنا، ونساهموا في التغيير عبر المشاركة في الانتخابات ومختلف الآليات اللي كتمكننا من إسماع الصوت ديالنا.